اهلا بيكم في قناه يوميات عبد الحميد وجهاد ونسوم. والله وحشتونا موت. وحشتونا جدا 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 احلى جدا. عيله في الدنيا والله. معلش احنا اتاخرنا عليكم، يعني الحمد لله كان في ظروف والحمد لله ربنا عداني منها على خير. والله يعني الواحد كان هيبقى فين والحمد لله ربنا الحمد لله خد طبعا على بايدينا. كل حال الحمد لله. وعايزه اقول لكم يا جماعه يعني ما حدش يزعل خالص من حكمه ربنا في اي حاجه بتحصل في حياتكم. والحمد لله ولله الحمد احنا نقلنا في شقه جديده وان شاء الله كده يكون اللي جاي افضل واحسن بامر الله. طالعين نطمنكم ابو جنى الحمد لله بقى كويس الحمد لله. انا كنت الحمد لله تعبان. الحمد لله انا كنت تعبان شويه وضغط نفسي يعني وبتاع بسبب حكايه نقل الشقه من هنا لهنا وبتاع، فالحمد لله ربنا عدى على خير. طبعا عشان احنا مش فاضيين والله يا جماعه طول الوقت، طبعا عندنا شغلنا وكده، فموضوع النقل مع شغل مع التزامات والضغوطات فالموضوع بيبقى صعب قوي قوي. والواحد يصبر برضه، يعني ربنا بيأخر له الحاجه حلوه، فنقول الحمد لله على كل شيء. يعني الحمد لله احنا كنا مستعجلين وعلى النقل وبتاع وكنا بندور، فربنا ما اخر لنا الحاجه حلوه. فالحمد لله احنا نقلنا في شقه جديده الحمد لله، يعني كل على كل شيء. انا طالعه يا جماعه النهارده في الفيديو ده علشان اوصل لكم رساله معينه ومختصره ومش هطول عليكم. انا عايزه اقول لكم يا جماعه ما حدش يبص لحد ولا يبص لرزق حد ولا يبص مين عنده ايه ومين ما عندوش ايه، مين يعني مثلا معاه اطفال مين معهوش مش عارف. يعني كل ده يا جماعه والله ربنا مش بيظلم حد خالص. ده اللي بيقول لك الهدوم بتضايق حاجات كتيره، يعني ما انت مالكش دعوه بالمظاهر. المظاهر ديت ممكن واحد يكون لابس عامل وعامل لكن جواه مليون مصيبه ومليون ضغط مليون تعب مليون تفكير. احنا ما نفكرش الناس بالمظاهر. سيبوا الناس في حالها يا جماعه. كل واحد يخليه في رزقه وفي بيته وفي عياله. والله لو كل واحد اشتغل على حياته وعلى نفسه هيبقى افضل بكتير. وكل واحد يبقى على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى مش بيظلم حد ابدا وان ربنا عدل في كل شيء الحمد لله. فيا ريت يا ريت يا جماعه يا ريت كل واحد يسيب الناس في حالها. ما تبصوش لارزاق حد، ما تبصوش لحد مين قاعد مين معاه مين معهوش. الله اعلم ربنا خد منه ايه عشان يديله حاجه ثانيه انتوا بصوا لها. يا جماعه الظواهر دي كلها شكليات والله. وبحب اشكر كل الناس اللي وقفت جنبيا وسالت عليا وانا تعبان. وبحب اشكر برضه الاستاذ احمد قرص ان هو برضه يعني الحمد لله جاب لي الشقه الجديده دي. عايزه اقول لكم بقى ده اخويا الصغير بس والله العظيم جدع جدا وكويس جدا ومحترم جدا ما سابنيش. عايزه اقول لكم جاب لي احلى واجمل شقه وكان طول الوقت حتى لما بعترض على مساحه او حاجه بيقول لي خلاص هجيب لك المناسب. عايزه اقول لكم بجد انا بشكره من الفيديو دوت وبشكر الاستاذ احمد عوض برضه اللي هو صاحب الشقه برضه ناس محترمه جدا. وانا مع ناس كويسين محترمين. الحاج عوض السمراوي وابنه الاستاذ احمد برضه ناس يعني نظيفه في شغلها. بس اجمل حاجه بقى يا جماعه عايزه اقولها لكم وحاجات حلوه. اجمل حاجه حصلت لنا هنا ان احنا جينا يعني جيرتنا احسن جيره في الدنيا حبيبتي وصاحبتي ام عبد العزيز اجدع واجمد. بص يعني صاحبه شفتها في حياتي والله العظيم. وبينا جنب ام عبد العزيز برضه اختنا وحبيبتنا وجدعانه كلها برضه. مبسوطه جدا يا جماعه هي من الموضوع ده. يعني الفرحه مش ساعه ما بتنامش من كتر الفرح. فاحنا ان شاء الله بقى هنوريكم الفرق ما بين الشقه القديمه والجديده ان شاء الله وهتقولوا لنا ايه رايكم. طالعين لكم في فيديو جامد جدا وهنقول لكم بقى وهنوريكم ازاي وعملنا ايه. وما تنسوش يا جماعه تشتركوا لنا في القناه وتفعلوا الجرس. ايوه هنوريكم الشقه بقى الفرق ما بين الشقه القديمه والجديده ويلا. اهلا بيكم في قناه يوميات عبد الحميد وجهاد ونسوم. وحشتونا جدا جدا يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايبه لكم حلقه جديده بس قبل ده كله ما تنسوش تشتركوا لنا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مننا كل جديد. الحمد لله وبفضل الله نقلنا بقى في شقتنا الجديده وان شاء الله تكون يا رب كده قدم السعد والخير يا رب كده. وتعالوا بقى نوريكم شقتنا المتواضعه. طبعا في حاجات بسيطه كده لسه ما اتعملتش بس برضو احنا هنوريكم. ما تنسوش يا جماعه الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. اهو يا جماعه بسم الله ما شاء الله دي دخلت الشقه اهي. اهو يا جماعه هي 4 غرف ومطبخ وحمام. اهو يا جماعه دخلت الشقه اهوت. في 3 غرف جنب بعض هنا. دي غرفه السفره اهيت ماشي يا جماعه. اعذرونا بقى الكراسي اتكسرت وبتتصلح. اللهم صل على سيدنا محمد. هنوريكم بقى هنا برضو اهو دوت الانتريه اهوت.
جماعة نوريكم الأوضة. يبقى احنا دخلنا غرفة السفرة اهو بالنيش. هنا الانتريه اهوت. يا رب بقى الذوق يعجبكم كده في الفرش اهوت. خرجنا من السفرة اهو. دي اوضة الاطفال اهي. طبعا يا جماعه بقى ايه، يعني انتوا عارفين ان احنا لسه ناقلين، ففي حاجات بتبقى لسه ناقصه بتتظبط وكده بنعملها. يبقى كده غرفه الاطفال، غرفه السفره، الانتريه تمام كده اهو. ندخل بقى على القطعه التانية من الريسبشن اهو. يا جماعه دي مكتبه اهي، برضو لسه ما جبتش المفارش بتاعتها علشان المفارش اللي عندي لون تاني مش هتمشي اهو. لسه بقى ان شاء الله برضو هنجيب لها المفارش المناسبة ليها. بصوا يا جماعة، واحنا عملنا دي قعدة عربي كده، مش عارفة يعني انتوا قولوا لي برضو. يعني كده احنا خرجنا من الاوض كده. بقى الصالة عبارة عن 2 ريسبشن اهو. دي عملناها قعدة عربي اهو. ودي المكتبة اهوت. ده بقى الركنة. قولوا لي رأيكم ايه في التعليقات يا جماعة، لو في حاجة عايزة تتظبط مكانها او كده عرفوني في التعليقات اهوت. دي اوضة النوم اهو. اهو يا جماعة، قولوا لنا رأيكم ايه اهو يا جماعة. ايه رأيكم يا جماعة كده في النظام؟ عرفوني. لسه برضو في حاجات كده هنظبطها اكيد ان شاء الله، يعني هنعدل منها، لان اي حد بيبقى ناقل في شقة جديدة مش بيبقى ده الشكل النهائي او كده اهو. ده المطبخ اهوت. قولوا لي رأيكم ايه بقى في النظام اهو. اهو يا جماعة. الحوض بقى برضو عملناه اهو. قولوا لي برضو رأيكم ايه. لسه برضو في حاجات كده هتتظبط يا جماعة، وان شاء الله كده يعجبكم الفيديو. كده داخلين بقى على الحمام اهو. بصوا لسه كان عندنا بقى يعني اللي كان بيعمل لنا الستاير اهو. لسه الستارة بتاعت البانيو هتركب وطقم التواليت هيتفرش، بس انا حبيت اوريكم برضو ايه مع بعض. اوريكم برضو الشكل النهائي تاني بعد ان شاء الله ما نشطب كل الحاجات اللي ايه. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تشتركونا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. وان شاء الله كده هنعمل لكم فيديوهات جامدة جدا وتحديات. انتظرونا في اجمد فيديوهات يا جماعة، وان شاء الله كده يا رب تعجبكم. ونقول لكم بقى تصبحوا على خير عشان مش عايزين ان احنا نكتر عليكم اهوت. وقولوا لنا ايه رأيكم في التعليقات. مستنيه يا جماعة رأيكم في التعليقات.